بسم الله الرحمن الرحيم. دي حلقة من معاناة المواطن مع دولاب العمل الحكومي في مصر. النهاردة التأمين الصحي، أنا مش هتكلم على ملاحظات محددة أو ملحوظة معينة في التأمين الصحي، لأن الملاحظات كتيرة جدا 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 وعايز حلقات كتيرة وهيحصل إن شاء الله. بس إحنا هنمسك موقف لشخص معين قريب الأسبوع ده، ومن خلاله هنشوف الملاحظات او المشاكل. واحدة ست كبيرة من قرية، معاها بطاقة التأمين الصحي معاشات. خدت البطاقة، خدت توك توك وراحت التأمين الصحي في المركز اللي هي تابعة دي. التوك توك من المكان اللي هي فيه للتأمين الصحي وينتظرها ويروح معاها ويرجع بياخد 60 جنيه. راحت تكشف على ودانها، انف واذن يعني. لما راحت هناك اكتشفت ان مفيش استشاري ولا طبيب انف واذن في التأمين الصحي في المركز اللي هي رايحه فيه، مركز ابو كبير. قالوا لها خلاص يا حاجه، اما تاخدي تحويل زقازيق او تحويل فاوس. فقالت فاوس اقرب، خدت تحويل فاوس. في اليوم التاني خدت توك توك من بلدها لفاوس، وفاوس ابعد شويه عن المركز اللي هي تابعه له. التوك توك رايح جاي وهيستناها 100 جنيه. راحت هناك الصبح، طلعت قالوا لها سجلي على الكمبيوتر. راحت تسجل على الكمبيوتر، دخل بياناتها الموظف، قال لها لا يا حاجه انت مش ظاهره على السيستم. طب يعني ايه يا ابني؟ قال لها ترجعي المركز اللي انت تابعه ليه تاني، المركز التأمين الصحي اللي انت تابعه ليه، يسجلوكي على السيستم عشان تظهري في عندنا وفي الزقازيق وفي اي مكان تاني. وقبل كده تروحي التأمينات تجيبي برنت معاشات تاخديه معاكي وانت رايحه. فكتر خير الموظف ده بصراحه، يعني بدل ما هي تروح تاني امال التأمين الصحي اللي هي تابعه ليه وبقينا يطلبوا منها برنت، فقال لها بالمره خد البرنت. والحمد لله البرنت طلع ملوش لازمه، يعني حتى النصيحه اللي الموظف اتطوع بيها طلعت ملهاش لازمه. راحت في اليوم الثالث خدت توك توك وجابت البرنت من التأمينات ورجعت راحت التأمين الصحي وفعلت وسجلت، وقالوا لها كده تمام يا حاج. في اليوم الرابع راحت التأمين الصحي اللي في فاقوس، قالوا لها يا حاجة الاستشاري او طبيب الانف والاذن ما بيجيش النهاردة الخميس. يبقى كده يوم 2 3 4 بالتوك توك دخلنا في 400 جنيه مصاريف، ولسه الست ما كشفتش. بعد كده راحت يوم تاني، وبعدين قالوا لها يا حاجة مش هينفع تكشفي النهاردة لان اسمك متسجل صدر كشف النهارده. قالت انا ما سجلتش. قالت ده متسجل في المركز اللي انت تابع ليه صدر. اتصلت بحد من ولادها، راح المركز التاني اللي هي تابعه ليه، يا جماعه يلغوا الحجز ده، هي ما حجزتش. لا، ما اصل اللخبطه دي بتحصل ولسه النت داخل جديد في التامين الصحي. المهم والله العظيم برضو روحت ما كشفت. يبقى ده اليوم الخامس. اليوم السادس الحمد لله كشفت بعد ما صرفت 600 او 700 جنيه، يعني كانت راحت لدكتور خاص كشفه 150 جنيه ودفعت للتوك توك زي ما تدفع له، واشترت العلاج ما كانتش هتصرف ال1000 جنيه. يا جماعة اقسم بالله دي صورة صغيرة جدا من اللي بيحصل في مصر.